اي حد يعمل اي حاجه، اي حد يكش تضربونا، حتى اعملوا اي حاجه يا جماعه، اي حاجه الحقونا. يعني انا عايز حد يلحقني، انجدني، اسندني، الحقني وشيلني، الدنيا خربانه يا عزيزي المشاهد وبايظه. امبارح بيراميدز اخد السوبر الافريقي. عارف يعني ايه بيراميدز اخد السوبر الافريقي؟ انت متخيل؟ انا مستحمل وجود النادي الاهلي في مصر بالعافيه، قسما بالله ما بطيئه. ليه؟ لان وجوده لاغي وجودي. انا حاسس ان انا هوا انا ماليش لازمه. انا التيشيرت ده بلبسه في الشارع عشان نتشتم، ما بنلبسوش عشان نفتخر بالنادي اللي احنا بنحبه ولا بننتمي ليه احنا بنتشتم في الشارع بسبب وجود النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في مصر. وبحس ان جمهور الاهلي دول مش مصريين، انتوا ناس من حته تانية، تركيبه تانية. مش مثلا اخويا، قريبي، ابن خالتي، ابن عمي، راعي شعوري، راعي وجودي، يحسسني ان انا موجود. لا، مفيش. اخواتك بتوع النادي الاهلي ولا حياه اللي ما انتوا نادي، شكرا سبحان الله خي بقه. انت مش عملت راجل في 2001 2002 وخدت بطوله افريقيا؟ طب وريني هتاخدها ازاي تاني؟ لو انت راجل خد بطوله افريقيا. لو بقى ما انت شايف دلوقتي انا ما كنتش طايق وجود النادي الاهلي في مصر لان هو لاغي وجودي. الاهلي لاغي وجودي. 2001 كنت انا 5 افريقيا والاهلي 3. دلوقتي الاهلي عنده 13 14 بطوله تقريبا، والله ما فاكر، والله العظيم 3 ما فاكر عدد بطولات النادي الاهلي من كترها. الا بيتسو موسيماني، الا فايلر، الا كولر، الا مش عارف مين، عمالين تجيبوا مدربين وتاخدوا بطولات وتجيبوا لعيبه وفلوس رايحه وفلوس جايه واحتفالات وكابتن محمود الخطيب. انا فين؟ انا فين؟ عايز احس ان انا موجود معاك. قدرني قدرني. بيراميدز اخد السوبر الافريقي واخد البطوله الافريقيه وهياخد مكان الزمالك ده لو ما كانش خده. والعته والتخلف وعدم الثقافه اللي عند اداريين نادي الزمالك ان هم بيتعاونوا مع نادي بيراميدز ضد نادي الزمالك. انت متخيل؟ يعني انا بدل ما اتحد مع بيراميدز ضد الاهلي القشاش اللي ما بيهداش، الفرقه اللي مش لاقيه لها ما يتيك ذكر في البلد يقدر عليها. وده بلد مين؟ ده الاهلي مش لاقي حد في افريقيا يقدر عليه ولا في الشرق الاوسط، ولا ده بيروح السعوديه بيدقهم. انا اسف يعني في الحركه، بيدقهم هناك. يا اخوانا احنا المفروض نفكر صح. ده فرقه بجمهور، باداريين، بنادي، بثقافه، ناس شغاله، ناس بتعرف تكسب، بتاخد بطولات، بتفرح جمهورها. احنا اخر مره فرحنا امتى؟ انا امبارح عملت فيديو عشان كسبنا 6-0 فرقه اسمها دي كداها، خلق الله كلها، كل اللي يلمحها يعمل لها استغفر الله العظيم، كل اللي يطولها يعمل لها كده. احنا فين؟ انا فين من اللي بيحصل؟ انا فين؟ انا السنه دي في الكونفدراليه، والسنه دي انا لو كنت اول الدوري الاهلي في ثانيه الا ثانيه بقى هو الموضوع خلص بالنسبه له. بقى انا وجودي دلوقتي بقى يعني ما بقاش متشاف. وجود نادي الزمالك في افريقيا وفي مصر ما بقاش متشاف. انت مش موجود، انا مش شايفك. لدرجه ان في احد المسلسلات ملبسينه شبشب بتاع نادي الزمالك عشان بيتريقوا علينا. وجودنا مش احنا خلاص احنا انتهينا. وبيراميدز خد مكاننا. دلوقتي الاهلي رقم 1 وبيراميدز هيبقى رقم 2 رسميا بالبطولات وبالالقاب، وبعد كده نادي الزمالك هيبقى رقم 3 ده لو ما اتقفلش. وانا طلعت في يوم من الايام وعملت فيديو وقلت لك ان نادي الزمالك في ناس دخلت شراكه فيه بفلوس، وقلت لكم نادي الزمالك هيتعرض لخطر. وهو نادي الزمالك اهو، الشراكه اللي كانت معموله كانت بفلوس الارض بتاعت 6 اكتوبر بالاستثمارات، بالغلط الاداري اللي هم عملوه لبسونا في حيط. الموضوع انتهى بالنسبه لنا. فبالله عليكم، بالله عليكم، جمهور نادي الزمالك في مصر لا يقل عن 10 مليون مواطن. راعي ربنا، ادينا معاش، يعني ادينا بدل اهانه، ادينا بدل تهزيء، ادينا بدل ما احنا يعني بدل ما ندفعش من البلد ونسيبها لكم، ادينا اي حاجه. حسسنا ان في جمهور اسمه نادي الزمالك موجود في مصر وهو من حقه يعيش زي ما انت عايش. انما انت تبقى انت حاطط لي ناس في نادي الزمالك اداريين وناس ماسكه ملف الكوره، شكرا سبحان الله. اقسم بالله بتوع مخلل ما بيعرفوش يعملوا حاجه. واحنا كنادي الزمالك احنا تاريخنا كبير، احنا من 1911، احنا النادي الاهلي 1907، يعني 4 سنين كان نادي الزمالك اتفتح. يعني احنا من اقدم الانديه في الشرق الاوسط.